السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. معلش على الغيبة الطويلة، بس والله غصب عني كان عندي شوية مشاغل كده، معرفتش اصور ولا انزل لكم اي حاجة. وكمان القناة سد نفسي خالص عن التصوير. القناة واقعة جدا يا جماعة، عايزين تشجعوا كده وتسمعوا لي الفيديو من اوله لاخره عشان القناة تكبر بيكم احلى عيلة في الدنيا. بشكر يعني الناس اللي سألت عليا ودعيت لي دعوة حلوة من قلبها، بشكرها جدا جدا، ويا رب يدومكم نعمة في حياتي. طبعا عايزة اقول لكم النهاردة قومي بقى تشجعي كده زي حالاتي، وهنعمل روتين كده يعني من فوق لتحت زي ما بيقولوا. النهارده بقى تنظيف سجاد، وهنغير ملايات، من غسيل من تسييق من كله ان شاء الله. طبعا انتوا بصوا شايفين الشقه بتتكلم عن نفسها. اليوم ده كان الجو جميل جدا، وكان يعني الشمس طالعه، وكان الجو حر خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين، بصوا انا كنت قبليها بصراحه كنت مشطبه المطبخ من مواعين من تلاجة من غسيل من كله. خلصت كمان الغسيل، غسلت. عايزه اقول لكم انا ماليه بلكونتين. شايفين البلكونه عندي متكركبه ازاي؟ الاولاد مبهدلين لي الدنيا، بالذات الصبيان يا جماعه تربيتها صعبه جدا. ومنما اللي هم مفيش نظام، انا بحاول اعلمهم النظام، مفيش نظام. الشقه بقى كتب مرميه من هنا، كراسات من هنا. حاجه المذاكره بتاعتهم دي عباره عن كل اوضه كده فيها حبه. عايزه اقول لكم انا اني عندي مكتب، بس برضو مش بيحطوا الحاجه في المكتب، ما عندهمش نظام خالص. الغسيل بتاعهم هدومهم في كذا حتة. طبعا انا قلت بقى اليوم ده صحيت بدري وقلت هنضف واحاول اخلص حاجتي بدري بدري. قلت قبل ما البنوتة تصحى يا دوبك انا بس فتحت النور لقيتها هي صحيت، ما عرفتش يعني، قعدت زي نص ساعة كده ما عرفتش اعمل منها حاجة. اكلتها وريحتها ورحت قلت ايه ابدا ايه اخلص اللي ورايا. طبعا هنا زي ما انتم شايفين بقى، بصوا اوضه النوم كانت متكركبه. المطبخ بصراحه كنت مخلصاه من التسييق. يا دوبك هما بس كانت كرونه كده وطبقين، اللي هما كانوا بعد ما خلصتوا كده اتعشوا بالليل الاولاد، كنت عامله لهم فيه حاجات في بالليل. طبعا بس المطبخ بصراحه اللي عندي البوتاجاز والرخامه وكله كنت منضفاه. وكمان كنت بالليل بصراحه سهرت على الغسيل والمطبخ. يعني الحاجتين دول خلصتهم، قلت عشان ما بقاش تاني يوم يعني ضغط بالنسبه لي اللي هو بقى شقه وغسيل، عشان انا مش عندي غساله اللي هي فوق اوتوماتيك، لا هي عندي اللي هي العاديه اللي هي نص اوتوماتيك، اللي هي من بابين. طبعا انا هنا بصراحه خلصت اوضه الاطفال، بحب كل اوضه كده اخلصها واقفلها، بحس براحه نفسيه جدا. ما بحبش كمان ادخل فيها الاولاد عشان هيبهدلوها التاني. ما حبيتش خالص بصراحه. نظفت الاوضه، شلت السجاد كله ونظفته بره في الشمس، وبعد كده سيقت الاوضه ورحت فرشاه تاني، وعطرت الاوضه زي ما انتم شايفين، وخلصت البلكونه سيقتها، وهويت البطاطين بتاعه الاطفال بصراحه. عشان ايه؟ كان لها 4 ايام مش مهويه اي حاجه. يعني ال4 ايام دول كنت البت تعبان عندي، وكنت عطشاها ابره ال6 شهور، يعني كانت مطلعه عيني، خلتني 4 ايام وانا مش عارفه امسك المكنسه او انضف. انا اني كنت قبليها عامله كل حاجه، بس يعني الابره صعبه جدا، وانا بصراحه يعني بخاف عليها قوي. مش بحبها تعيط خالص، يعني ربنا يخليها لي يا رب. طبعا هنا خلاص الاولاد كانت بقى في اوضه الانتريه بيبداوا يذاكروا ويخلصوا المذاكره، عشان خلاص هيبداوا ايه يروحوا الدرس بتاعهم. طبعا هنا خلصت اوضه النوم برضو والبلكونه ونضفت كله. خلاص هنا خلصت اوضه النوم زي ما انتم شايفين، لمعتها وغيرت برضو الملايه. وبصراحه الشباك ده مش بحب افتحه عشان في ناس في وشي. هو الشارع يعني مساحه كبيره، شارع عمومي، بس بحس الناس بتشوفني مش عارفه ليه. وان البلكونه دي بس ايه عشان مش بطلع من الناحيه دي قوي. ورجعت السرير زي ما الاول اللي هو حطيته من الجنب، انا بحط كمودينه من هنا ومن هنا والسرير في النص. بس البت دلوقتي بقت تتقلب، وقبل كده وقعت مني على السرير، يعني من فوق السرير وقعت. من ساعتها وانا صراحه نقلت السرير، خفت عليها جدا. ساعات يعني ببقى نايمه وهي بتتقلب كتير. خلاص كده خلصت الاوضه. عايزه اقول لكم انا بتعب في الاوضه جدا جدا، يعني تنظيف، شيل سجاد، انفض شبابيك، بيبان، المع الخشب، يعني كده. يعني شايفين انا خلاص بقى كل اوضه بحب اعطرها كده واقفلها. يا سلام بقى ريحه المعطر ده والشقه نظيفه. عايزه اقول لكم بحس براحه نفسيه جدا يعني. خلاص كده خلصت زي ما انتم شايفين الاوضه. طبعا قفلت النور هنا، وببدا ايه عندي في اوضه الانتريه. عايزه اقول لكم انا نفسي ابيع الانتريه ده واعمل ركنه، امنيه حياتي اللي انا اعمل ركنه بصراحه. بحس الركنه اشيك من الانتريه. هو طبعا على ايامي كان في ركنه بصراحه، بس جوزي يعني قال لا ساعتها، وقال لا انا عايز انتريه، وهو فعلا يعني ساعتها اختاره عشان لون اللي هو النقاشه. بس انا لما جيت هنا صراحه رجعت الشقه تاني، القصه اللي انا كنت احكيها لكم
عليها قبل كده. غيرت اللي هي الالوان كانت حاجه صعبه الاول، بس كانت يعني كل واحده على ايامها ايه. انا ليا طبعا 8 سنين متجوزه. يعني الانتريه بقى موتو بتلت، وعايزه اغير بقى بصراحه، اعمل ركنه وكده. خلصت اوضه الانتريه. عايزه اقول لكم حسيت برضو براحه نفسيه، عطرتها. وهنا الاولاد خلاص بيبداوا بقى يتغيروا، والتاني بيلعب بالشرشوبه، يعني مطلعين عيني الحمد لله. يعني بصوا عايزه اقول لكم حتى المذاكره حاجتهم هنا. شايفين بقى الصولة عندي حاجة تقلب تعدل، يعني البت صاحية تعيط. اشيل حبة اريح حبة، يعني خلاص عايزة اقول لكم اني صاحية بدري جدا. خلاص كده خلصت بقى عندي الصالة، شلت السجاد كله، نظفته بره. سيقت الارضية، لمعت بقى الخشب. النيش برضو لمعته، والارج عندي اللي هو مكان الورد والحاجات دي لمعتها. عايزة اقول لكم بصوا الشقة لما ابقى نظيفة كده بصراحة بحس براحة نفسية جدا. مبقاش عايزة اخلي حد يقعد فيها، يعني عايزة الاولاد كده يقعدوا في الارض، مش عايزاهم يبهدلوا الدنيا بصراحه. يعني بحس براحه حلوه، يعني بحس براحه نفسيه كده. خلاص طبعا هنا ببدا ادخل من ناحيه الطرقه. طبعا انتوا شايفين بقى الكركبه اللي هي في الطرقه السجاد، وهنا طبعا بعطر الدنيا. طبعا بصوا شايفين شقه، يعني نظفي بيتك قبل ما حد يخبط على بابك. يعني بحس ان انا كل يوم كده لازم اعمل الروتين. بس التنظيفه دي صراحه بقعد يعني كل يومين 3 اعملها التنظيفه، بس اللي هو كل يوم ده اكنس. اشيل الدنيا زي ما انتم شايفين، حاجات من فوق لفوق كده ببدا انضفها. خلاص خلصت الطرقه، ودي المطبخ مسحته مسحه تاني بصراحه على الماشي كده، وشلت الحاجات دي. هبدا خلاص كده هبدا اخلص بقى المطبخ زي ما انتم شايفين خلصته. فرشت الحافظه بتاعته ورتبت الدنيا، ومسحت الرخامه تاني بشويه. عندي خل ازازه، يعني عامله لها خلطه كده عشان احس المطبخ عندي الرخامه متعقمه، وفي نفس الوقت ريحتها حلوه. خلصت البوتاجاز كنت مخلصاه من بالليل، وما كنتش عامل فيه حاجه خالص بصراحه. اليوم ده صراحه ما عملتش اكل خالص، قضيناه يا دوبك جبنه بيفي، شيبسي والكلام ده كله. يعني تاني يوم بصراحه رحت طبخه. صراحه تعبت جدا في الشقه. عايزه اقول لكم انا كنت شايله السجاد كله اصلا. رتبت الدنيا زي ما انتم شايفين، خلاص المطبخ كده اتشطب. هدخل بقى على الحمام المدعكه فيه كله. طبعا هبدا اشيل بقى هنا الشرشوبه اغسلها، وابدا اشيل الغساله ارجعها في المطبخ على الحمام كده على جنب كده. عندي الحمام صغير، بس ان شاء الله اللي انا هشيل بقى اللي عندي البانيو كده كده مش بستعمله، ومنه كمان اللي هو بيرشح ميه على الجيران تحت يعني بيتاذوا منه حرام. قلت اشيله بصراحه عشان يوسع لي المكان. خلصت الشقه كده زي ما انتم شايفين. لو عجبتكم بقى ما تنسوناش بلايك من ايديكم الحلوه، واشتركوا في القناه، والسلام عليكم.